بسم الله. نبدي ندوة قانون تنظيم النشر الإلكتروني بين الفوضى والحاجة. هذه الندوة التي سيتحدثون فيها أكاديميين وإعلاميين لشرح ضرورة تنظيم النشر الإلكتروني ومدى توافق القانون الذي سيعرضه مجلس الوزراء مع الدستور في المراحل القادمة. ونحن هنا لسنا معارضين للتنظيم، إنما مختلفون في القانون. وأنا أشكر الإخوان على هذه الدعوة. دائما ما يقول أعطني حرية أعطيك إبداع، فالحرية مطلوبة في كل الأمور، ولكن لا تؤتي حرية في المقابل. يقول أعطني إذنا أعطيك صوتا، فلا يمكن هذه الإذن أن تسمع صوت النشاز. فلذلك في قانون الإعلام الإلكتروني هي ضرورة ملحة للمجتمع. إن المجتمع الكويتي حاليا بحاجة إلى استقرار أمني، استقرار نفسي. لابد أن يكون ينظمه قانون. وعلما أن وزارة الإعلام كجهة رقابية على الإعلام تأخرت كثير في سن هذا المشروع، وكان يجب أن يتعين على وزارة الإعلام كجهة رقابية على الإعلام أن تبادر قبل هذه، ولا تريد في هذا الأمر أن تسمع رأي آخر أو رأي معارض كما تفضل الأخوان وخاصة الدكتور، إلى فعلا إن هناك كثير من يجير مصلحته الشخصية في معارضة القوانين لتمرير أمور الشخصية. أما القانون الذي جاءت به وزارة الإعلام لم يأتي بجديد بالنسبة للعقوبات، ولم يمس الحرية، لا حرية التعبير ولا حرية الرأي، بالعكس بل جاء بتنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني. والعمل الإعلامي الإلكتروني يتطلب إلى قانون، لأن هناك من يقوم بجريدة إلكترونية، يعمل جريدة إلكترونية، ولكن عندما يقوم بمخالفة القانون لا يمكن أن يحاولته للنيابة. حتى وإن تم حالته للنيابة أول شيء يقول جريدة مو جريدتي، أو هذا الموقع مو موقعي. فلذلك يتطلب أن يكون هناك فعلا جريدة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام حتى يعود على صاحبها أو الموظف أو الكاتب أو الناشر أيا كان. بالنسبة للقانون الإعلام الإلكتروني لم يأتي بجديد بالنسبة للعقوبات. العقوبات موجودة في قانون العقوبات، إلا أنه اقتصر جميع مواده على قانون العقوبات وأغفل عن أمور بسيطة في تنظيم العمل الإعلامي. هو لابد أن يراجع نفسه في القانون حتى يمرر من قبل مجلس الأمة، لأنه قانون فعلا قانون ضروري جدا وضرورة ملحة للمجتمع، لأن المجتمع أصبح لا يؤمن على نفسه في جميع وسائل الإعلام الإلكترونية أيا كانت. يتعرض الإنسان لأهله وعائلته وشرفه، وفي النهاية عندما محاسبة الشخص يقول لك أنا ما أعرف شيء، وهذا الموقع مو لي، وهذا الجريدة مو لي. فنرد على منه؟ فراح نرجع على منه؟ راح نرجع على وزارة الإعلام. فراح تكون وزارة الإعلام هي الخصم في هذا الأمر، لأن هي اللي سيبت الأمر. المفروض أنها مباشرة تسن القانون، توقف هذا العبث. وإن كانت القانون المرئي والمسموع، هناك قانون المرئي والمسموع يطبق على الصحف، يطبق على الصحف الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، إلا أن قانون 8 اللي حطها في اللي حصرهم اللي هو الإعلانات التجارية، وقد تجاوز في اختصاصه. هذه هي ممكن اللي يعدل فيها القانون، أن الإعلانات التجارية هي خاصة فقط إلى وزارة التجارة، قانون التجارة ويختص فيها. لكن الإعلانات التجارية التي تخرج عن الصحف الإعلانية، نعم هو مسؤول عنها. هذا هو الصح. لكن أنا أتعدى على اختصاص وزارة التجارة، لأن هي المسؤولة وهي المنوطة في مراقبة الإعلانات التجارية. إلا أن الإعلانات التجارية التي تخرج عن طريق الصحف الإلكترونية والمواقع الإلكترونية هي من رقابة وزارة التجارة. حتى لا نطيل عليكم، بالنسبة للغرامات، الغرامات قد جاءت فيها غلو نوعا ما من الغلو. أما الأمر الآخر، هناك مدونين أشخاص وليكونوا الطلاب جامعيين. طالب جامعي يقوم بعمل مدونة خاصة له من نقل أخبار وهذا، فهنا لا نستطيع أن نطبق القانون على هذا الشخص.
ولكن القانون هناك من المدونات الشخصية التي تخالف القانون والتي تظهر الآن مثل المدونات الإلحادية والمخالفة للنظم الأساسية والتي تغوض وتهدم النظم الأساسية. هذا باختصار. ولكن نحن كرجال قانون نطلب من وزارة التجارة أن تجمع المختصين في جميع الجهات على سن قانون أن يمرر في الجلسة الأولى في مجلس الأمة مباشرة دون أي تعقيب. هذا الأمر ضروري في قانون الإعلام الإلكتروني. وأما إن جاء من يقول أن الإعلام الإلكتروني جاء لتكميم فيه الأفواه أو تقييد الحريات والتعبير، الكلام غير صحيح. ونحن مع وزارة الإعلام في سن هذا القانون مباشرة دون أي تأخير. وشكرا لكم. شكرا أستاذ حمود كليب الإعلامي والكاتب. والآن مع المحامي والناشط في حقوق الإنسان أستاذ محمد دعار التيبي. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أثمن تنظيم هذه الندوة التي تأتي ضمن إطار أراه برأي شخصي أن توعية المجتمع بالقوانين التي ستسن لتنظيم علاقة الفرد بالدولة والعلاقة الأفراد مع بعضهم. قبل لا أتحدث، هنالك مشكلة أمانة في هالجزئية هذه وفي قانون الإعلام الحديث. تبين لنا أن المسودة اللي الآن الناس قاعدين يتدارسونه قاعدين يطلعون عليه ويعلقون عليه وتعقد الندوات للأسف ليست المسودة النهائية أو غير صحيحة. إذا كان هذا الكلام فعلا صحيح، فأعتقد بأن هذا مشكلة من المتسبب في نشر هذه المسودة، وهل هي جس النبض المعنيين في هذا الجانب، ومن المستفيد من تسريب أو نشر مسودة غير صحيحة. ممكن تكون المسودة الرسمية والحقيقية فعلا إيجابية من كافة الجوانب، ولا تحتاج لمثل هذه الندوات واللقاءات والتعليقات على هذا القانون. نتمنى أن يكون هناك توضيح من وزارة الإعلام للمسودة حتى أن لا تأخذ يعني يتم مثلا تفاعل مع موضوع مو صحيح بشكل آخر. مرة أخرى أنا بوجهة رأيي الشخصي بأن إقرار القانون في الفترة الحالية وطرح مثل هالقانون جاء ردة فعل للفترة الأخيرة للحراك والتحرك اللي قاعد يصير، وكمية القضايا التي موجودة الآن في المحاكم للمغردين والمواقع الإلكترونية وضرب الآخرين. استخدام الإعلام في الجانب السياسي أعتقد بأنه أساء لمهنة الإعلامية الحقيقية. هذا الشيء اللي دعا الدولة بأن تسارع في إقرار قانون. أستذكر معكم في التقرير الدولي الشامل UPR 2010 صدر 10 توصيات. من ضمن هذه التوصيات ضرورة التزام دولة الكويت بإقرار قانون للعمالة المنزلية. الكلام هذا كان 2010 ولم نشاهد أي تحرك على هذا القانون. شاهدنا نشاط يعني قبل سنة وسنتين على هالموضوع هذا أنه سيناقش في تقرير UPR 2015 الموضوع هذا. أيضا شاهدنا هنالك توصية صدرت في قانون في توصية 2010 بضرورة وجود قانون لحقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان الوطنية. أين هذه القانونين أو الموضوعين هذول الأساسيات؟ أعتقد بأن الثالث الذي سيلحقهما قانون الإعلام الحديث، أن فقط الحكومة أرادت أن مثلا نقول مفهوم البلدية على قولتهم تخويف الشارع وتخويف المغردين، هنالك قانون سيصدر سيقلل من التفاعل أو التعاطي لهذه الأداة. مثل ما تفضل الدكتور، احنا في حاجة إلى توعية المجتمع وتوعية المتفاعل مع الإعلام. إذا أردنا فعلا أن نطور أو نقنن من كميات المشاكل وكميات العوائق التي تواجه الشعب وتواجه المتفاعل، يجب أن نوعي المجتمع بأن هذه الأداة أو هذه الوسيلة ما وجدت إلا للتفاعل الإيجابي. لو وصلنا إلى مرحلة أن صرنا واعين لهالكمية الأدوات وهذا الساحة الإلكترونية، أعتقد أن ما عندنا أي مشكلة تطبق بدال القانون 10 قوانين. وأنا أعتقد بأن الجميع يتفق على مبدأ واحد، بأن هنالك الحاجة الماسة إلى فرض قوانين للمجتمعات، لأن المجتمع الدولي ينشد التطور وينشد التقدم، لذلك لابد من وجود قوانين تخدم الإنسان في تفاعله. أيضا هنالك مشكلة فعلا إذا كان فعلا هنالك قانون سيقر،
لماذا لم يتم الأخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني؟ لماذا لم يتم أخذ المعنيين من إعلاميين خاصين في الوسائل الإلكترونية؟ لماذا لا يتم أخذ آراء أصحاب المواقع الإلكترونية؟ كان المفترض أن في أي قانون سيتم تطبيقه أو سيتم تقديمه كمشروع للمجلس، أنا بوجهة رأيي بأن الآن المجتمع المدني الكويتي أصبح مجتمع واعي ومدرك لكل الأحداث اللي تلم به. يجب أن يؤخذ رأي المجتمع المدني ويؤخذ رأي المعني في تطبيق القانون حتى أن نصل إلى قانون بلا شوائب وبلا ثغرات قانونية تجعلنا نتحدث اليوم وغدا وننتقد الوزارة، ونحن نعلم يقينا بأن الوزارة نيتها إن شاء الله حسنة في مسألة تطوير القوانين التي تخدم البلاد، لا سيما وأن سيدي حضرة صاحب السمو دائما يدعو إلى احترام القانون وإلى وضع قانون يحترم حقوق الفرد مع الفرد والفرد مع الدولة. توصيتي الأخيرة بأنه مع إقرار قانون يحترم حقوق الإنسان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تعزز قيمة حقوق الإنسان، التي تحترم الحرية وتحترم مساحة التفاعل الإعلامي في الفترة الحالية. أيضا هنالك توصية أيضا أود أن أقدمها للوزارة في حال وجود قانون سيتم تطبيقه، يجب أن تهيئة الشارع من خلال إقامة ورش العمل والدورات والندوات التوعوية عن كيفية هالقانون وما يحمل. الأستاذ محمد ذعار العتيبي المحامي والناشط في حقوق الإنسان، شكرا. وأيضا يتم الاستماع لمؤسسات الإعلامية التي سيطبق عليها القانون حتى لا نقع في كارثة وعقوبات لا تحمد عقباها، وانتظر التوضيح أن هذه المسودة فعلا هل هي صحيحة أم خاطئة. مرة أخرى وأشكركم. جزاك الله خير.